السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: عين دبلة، حجز أكثر من 1600 قطعة حلويات فاسدة. تمكنت فرقة الشرطة العامة بكل من أمن دائري خميس مليانة وبرج الأمير خالد من حجز كمية من الحلويات غير صالحة للاستهلاك البشري. وحسب بيان ذات المصالح، تمت عملية الحجز بالتنسيق مع الشركاء الميدانيين على مستوى مدينة خميس مليانة، حيث تم حجز 1275 قطعة. كما تم بمدينة برج الأمير خالد حجز 332. وضبطت كمية الحلويات المحجوزة على متن مركبة نفعية يتم نقلها بطريقة لا تتوفر على شروط النقل والحفظ للمواد السريعة التلف. كما تم اتخاذ الإجراء